طبعا هو من أهم وألذ الأطباق الليبية، والمفروض إنه يكون حبة بحبة ومدهن ويكون لونه أحمر. مرحبا، اليوم بندير معاكم الرز المبوخ الليبي على طريقة مامتي، نتمنى إنها تعجبكم وتستفيدوا منها. في طنجرة حطيت زيت نباتي، ضفت شوية من البصل المقطع جوانح، وحطيت عليه ملعقتين كبار من الطماطم المعجون وكركم وملح، ونزلت عليهم اللحم. أنا استخدمت لحم خروف، ولكن تقدروا تستخدموا لحم جمل أو لحم دجاج زي ما تحبوا. ضفت عليهم برضو حبة فلفل مقطعة بالشكل هدايا وشوية مية، وحركتهم مع بعض وخليتهم على نار متوسطة علشان يتقلى اللحم مع الطماطم. للبصلة حطيت حمص منقع من الليلة الأولى وبصل جوانح، وحطيت عليهم شوية مية وملعقتين من الزيت النباتي ورشة ملح وورقتين غار، خليتها على نار هادية وغطيتها. رجعت للطبيخة متاع الرز، غمرت اللحم بالمية الفايرة ونزلت عليها حبة بطاطا مقسمة بالطول بالشكل هذا. البطاطا راح تعطيني نكهة وراح تساعد ان الطبيخة تكون كثيفة أكتر. في المرحلة هذه راح نحط الكسكاس اللي بنطيب فيه الرز، اللي هو بيكون رز مصري حصرا، ما تستخدموش إلا الرز قصير الحبة. غسلته وصفيته وراح ننزله على الكسكاس بالشكل هذا، وسويت السطح متاعها. وطبعا لازم نديره حفرة من النص ونغطيه. الحفرة هذه راح تساعد إن هو يطيب بشكل متساوي وتساعد في توزيع البخار. بعد 10 دقايق راح نلاحظ إن لون الرز تغير وصار ناصع البياض، ولكن مازال مش طيب. يعني لو تاخدي حبة راح تلقاها تتفترش. فراح ننزلها من النار بالشكل هذا ونحطها في صحن كبير، وننزل عليها مية بدرجة حرارة الغرفة. يعني نغمر الرز بالكامل بالمية ونزيد عليها ملح ونخليها تتنقع في المية تقريبا 5 دقايق. صفيت الرز وضفت عليه 3 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي. يعني كل كوب من الرز نضيف عليه ملعقة من الزيت النباتي، مهمة جدا في الخطوة هذه علشان حبات الرز ما يلصقوش في بعض. رجعت حطيت الكسكاس ونزلت الرز عليه بالشكل هدايا وسويت سطحة. وطبعا ما ننسوش نديروا الحفرة في النص ونغطي الرز لازم يطيب وهو مغطي علشان يطيب كويس في البخار. بعد 10 دقايق تانيات راح نلاحظ حبة الرز تغير لونها، ولما نضغط عليها قربت إن هي تطيب ولكنها مش طايبة بالكامل، المفروض إنها تكون ناقصة طياب. راح نحولها وننزلها في صحن ونرجع للطبيخة اللي طاب فيها اللحم. راح ناخد منها كمية، هذه هي اللي راح ننزلها على الرز مباشرة. ننزل الطبيخة هنا على الرز ونقلبها علشان الخطوة هذه راح تساعد إن الرز يطيب بالتساوي، في نفس الوقت راح تعطيه لون حلو. طبعًا في المرحلة هذه تقدروا إن أنتم تضيفوا فلفل أسود وقرفة، يعني أي منكهات تحبوهن، ولكن أنا ما ضفتش عليه أي شيء، بس مجرد ما إنني قلبته في الطبيخة ورجعته على البخار للمرة الثالثة. يعني الرز هنا إحنا نبوخوا فيه على البخار 3 مرات. هذه هي المرة الأخيرة، راح ندير حفرة في النص برضو ونرجع نغطيه. بالنسبة للبصلة راح نرجع لها ونشوفها، راح نلقى إن المية نقصت وفي نفس الوقت البصل طاب. راح ننزل عليه طبيخة، نفس الطبيخة اللي طيبنا فيها اللحم، وننزل عليها قرفة وفلفل أسود، نقلبهم ونخليها على نار عالية شوية، بس عدة دقائق يعني، بس لبين ما يتشرب البصل الطبيخة والنكهات اللي احنا حطيناهم. بعد كم دقيقة راح يكون البصلة هيك شكلها، البصل تشرب كل النكهات وخديه لون الطبيخة. نحولها من على النار. بالنسبة للرز نرجع نختبر أول حبات من فوق، لو طابوا معناها الرز بالكامل طاب. وهذه الطبيخة متاعنا طبعا هي نقصت كميتها وتكتفت واللحمة طابت. بالنسبة للحم أنا حولتها من على النار وحمرتها في القلاية الهوائية. نزلت الرز وسويت سطحة بالشكل هذا. شوفوا كيف الرز حبة بحبة ومدهن ولونه حلو. ناخدوا البصلة اللي احنا جهزناها، نزلتها على الرز وننزل عليها اللحم، نسقيه بالبصلة بالشكل هدايا بالكامل، ونحاول إن نغطي حبات الرز وفي نفس الوقت ما نكترش تسقية. يعني الرز المبوخ ما يحبش إن هو يتغطى بالطبيخة بكمية كبيرة، لأن لو أنتي سقيتيه بزيادة أو إنك أنتي يعني حطيتي عليه طبيخة بزيادة، فممكن الطبيخة هذه راح تنزل لتحت ومش راح يكون منظرها حلو. وبعدها خديت زينتها بالبطاطا المقلية والباذنجان،
طبعا لازم صحن تقديمنا مسحوق بالشكل هذا، وهيك يكون الرز المبوخ جاهز. طبعا اللحم لكم حرية الاختيار تحمروه أو تخلوه هيك عادي زي ما تحبوا، وإحنا نقدمه في الرز في سفرة واحدة زينتها بالفلفل، ونقدمه فيه مع السلطة أو المسير أو المخلل. طبعا هو من أهم وألذ الأطباق الليبية، والمفروض إنه يكون حبة بحبة ومدهن ويكون لونه أحمر. نتمنى إن كانت عجبتكم وصفتنا لليوم، تفضلوها، صحتين عليكم.